أكد حكيمي لقناة كانال بلس أنه الأوفر حظا للفوز بجائزة أحسن لاعب في العالم. يبدو أن حكيمي أدرك أنه لن يجد أفضل من هذا الموسم التاريخي ليحقق حلمه قائلا: عندما يطرح اسمي في نقاش جائزة الكرة الذهبية يكون ذلك حلما لم أفكر فيه قط، أعتقد أنني أستحقها أيضا. بعد الموسم التاريخي الذي قدمته، حيث لم يسجل كثير من اللاعبين في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. قدم النجم المغربي أشرف حكيمي موسما استثنائيا بكل المقاييس، وخاصة على مستوى ناديه بطل فرنسا وأوروبا. جعل الكثير يطرحون السؤال المشروع: لماذا لا يكون أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الممنوحة لأبرز لاعب في العالم؟ يعتمد النظام الجديد لجائزة الكرة الذهبية على الإنجازات الفردية للاعبين، وهذه نقطة قوة لحكيمي. ومن أبرز إنجازاته الدور الكبير الذي لعبه في تتويج باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الأول بالبطولة في تاريخ بطل فرنسا، ثم كأس السوبر الأوروبي الأول أيضا. فاز حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لهذا الموسم، كما يحتل الرتبة الرابعة من حيث التسديد نحو المرمى في دوري أبطال أوروبا ب17 هدفا، ويحتل كذلك المركز الثالث في التمريرات قبل التسديد نحو المرمى ب130 هدف. كما يعتبر المدافع الذي يخلق أكبر عدد من الفرص في 5 دوريات كبرى في العالم. هو ليس مدافعا فحسب، بل آلة دفاعية وهجومية في نفس الوقت. شارك حكيمي تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا بمشاركته في جميع مباريات الدوري، ولعب ما يزيد عن 50 مباراة هذا الموسم، وساهم في 27 هدف بين صناعة وتسجيل، وهذا يعتبر رقما استثنائيا بالنسبة للاعب في هذا المركز. إن زاد على ذلك مساهمته في فوز فريقه بالدوري الفرنسي ووصوله كذلك نهائي كأس العالم للأندية، أداء أشرف حكيمي المتزن الذي يجمع بين الانطلاقات الهجومية والصلابة الدفاعية جعله عنصرا أساسيا لا غنى عنه في فريقه. هل توافقونه الرأي أم لديكم رأي آخر؟